اول تدريب فريق النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وصلت قبل البعثه بيوم، يمكن كان ليك اجراءات وترتيبات قبل وصول البعثه، طمني الاخبار ايه؟ وفي نفس الوقت الفريق بيأدي اول تدريب ليه هنا في العاصمه الكينيه نيروبي. يعني الحمد لله رب العالمين. يمكن كان في تعاون بشكل كبير جدا مع المسؤولين في نادي تذكر ورئيس النادي. ويمكن اول ما جينا عن طريق سفارتنا والقنصل شريف داوود كان عامل لنا اجتماع، كان حضر رئيس النادي وكان حضره مدير الكرة بتاعهم وكان حضره كمان رئيس الاتحاد الكيني وكان حضره رئيس لجنة المسابقات. كان مجموعة من الناس على مستوى عالي اللي كانوا موجودين. اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا، وعشان كده كانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين يعني. يمكن كان فكره الاقامه في اوتيل معين هي اللي كانت غالبه، لكن احنا فضلنا ان احنا ننتقل في اوتيل تاني ومع تحمل النادي الفرق يعني. وقت ما وصلت في كينيا اكيد كان في ترتيبات مع رئيس نادي تذكر الكيني، لكن لما جت البعثه لقينا بعض المعوقات او ما كانش في مندوب من تذكر. عايزين نعرف من حضرتك هل كانت في اسباب او حضرتك اتصلت برئيس تذكر عرفت ايه الاسباب؟ لا يعني هو الراجل كان عارف ميعاد الوصول بالتاكيد، وزي ما قلت يمكن ما عندهمش الموضوع بتاع ان فكره ان هو يغلس عليك او ان هو يضايقك او كده، لكن ممكن يبقى الفكره الاحترافيه او التعاملات اللي هي ما بين الانديه وبعضها ممكن تبقى هي اللي لسه مش موجوده لحد دلوقتي. لكن لقاءات مباشره او تعاون او استجابه لطلبات او استجابه لامور يعني كانت موجوده بشكل كبير جدا يعني. انا اللي يهمني دلوقتي المكان يعني. دايما في فرقه الكوره بيبقى في بعض النقاط اللي تهمها في المرتبه الاولى، الملعب، الاقامه، التنقلات، ده اللي يهمني يعني. فالحمد لله رب العالمين ده موجود. يمكن الحمد لله رب العالمين نجحنا عن طريق برضو السفاره اللي عملت مجهود كبير جدا جدا، سياده السفير قادر عبد المطلب، وزي ما قلت لك سياده القنصل احمد وسياده القنصل برضو شريف داوود، مجموعه من الناس اللي على اعلى مستوى يعني. يمكن انا وصلت امبارح الساعه 7 الصبح لحد الساعه 9 بالليل، اللي انت بتشوف اماكن التدريب والاقامه والتنقلات والاماكن وموجودين هناك على طول يعني. فبشكرهم بالتاكيد، وده يعني انطباعنا عليهم دايما يعني. اختيار ملعب التدريب انا شايف انه اختيار موفق، لانه ملعب تبع الحكومه الكينيه، بالاضافه حضرتك قلت لي ان الملعب ده بيدرب عليه فريق المنتخب الكيني. هو بيعسكر هنا، وفي كمان مكان اقامه ليه، فالمنتخب الكيني بيعسكر هنا وزي ما انا قلت لك في البدايه يعني الاماكن المهمه او الحاجات المهمه والاساسيه في فرقه الكوره منها بالتاكيد يعني الملعب التدريب يعني. كان محجوز لنا ملعب اقل شويه، ده انت اللي حاجزه على حسابك. طبعا لما تيجي تفكر ممكن يبقى انت بتدفع فلوس لاماكن التدريب، لكن احسن كتير جدا لا قدر الله ان واحد يتعور هناك في طبعا بالتاكيد يعني. لو سالتك بقى عن الناحيه الامنيه، يمكن النهارده شفنا الامن موجود، السكيورتي اوفيسر اللي هو الفيشاوي موجود مع بعثه النادي الاهلي بينسق المسائل الامنيه، واحنا ماشيين في الطريق عارفين ان كينيا زحمه، وانت اكيد جيت قبل النادي الاهلي بيوم فعارف الطرق بالنسبه لنا. شايف التامين ولما وصلنا الملعب التدريب يعني اختلاف عن السنين اللي قبل كده؟ يعني بص، هو المسؤول الامني دايما هيبقى موجود معاك خلاص، عشان ملف الافريقي. طبعا انت عارف ان انت داخل على سنه مهمه جدا بالنسبه للاتحاد الافريقي واخطر الانديه ككل، ان انت داخل في حته الاحترافيه الانديه يعني. فالمسؤول الامني هيبقى معاك في كل السفريات يعني. فيما يخص الامن هنا، يمكن كان عندهم انتخابات رئاسيه الاسبوع اللي فات، ودي اللي كانت مؤخره التواصل مع المسؤولين في كينيا هنا. ما حدش كان بيرد عليك بشكل مستمر يعني. ما كانوش عارفين الدنيا ماشيه معاهم ازاي يعني. لكن بمجرد ما خلصت الانتخابات بقى في تواصل، في ردود يعني بنتلقاها. ويمكن لاول مره وانت بتلعب في افريقيا يجي لك الجواب الرسمي اللي بيختارك بميعاد واقامه اللقاء بشكل رسمي يعني. قبل ما اجي على طول كان يوم الاثنين الصبح، ده طبعا متاخر جدا جدا يعني، عمرها ما حصلت يعني. المفروض 10 ايام يعني، لكن في النهايه انت كان برضو عن طريق رئيس النادي كنا وعن طريق السفاره ان المباراه هتقام يوم السبت، وعملنا حاجزين على كده، والحمد لله رب العالمين الميعاد ما اتغيرش يعني. حمله الدفاع عن اللقب بقى، والاهلي بيحاول يحافظ على لقبه، يمكن الحفاظ على اللقب اصعب من الفوز بالبطوله. شايف البطوله بدايتها ازاي، والجيل المميز من اللاعبين اللي بيشارك بشكل جيد مع فريق النادي الاهلي؟ البطوله بتبقى عباره عن مراحل يعني المرحله الاولى اللي هي الادوار الاولى ال 32 وال 16 بالتاكيد بتبقى المفاجآت فيها سئيله لازم يتعمل حسابها يعني، لان انت بتتكلم في مباراه والتانية على طول، فلازم تبقى
في منتهى الحذر. في مبدأ في كرة القدم لازم تحترم أي فرقة بتواجهها أيا كان اسمها، أيا كان مكانتها يعني. المرحلة التانية بقى لما تخش دور المجموعات ده حساب تاني خالص. لا، لكن انت اللي بتفكر فيه النهارده واللحظة اللي شغلاك في الوقت الحالي او التفكير اللي شغلك في الوقت الحالي هي مباراة تذكر يعني. تعديها بقى وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يبقى نفكر في المباراة اللي بعد كده، لان انت عمرك ما هتروح لثلاثة واربعة الا لما تعدي على واحد واثنين يعني. فانتهت المباراة او البطولة اللي فاتت، طبعا بطولة من اغلى البطولات بتاعتنا واصعب البطولات اللي احنا خضناها، كان دوافعها مهمة جدا وكان فيها ليها دوافع قوية، لكن في النهاية انتهت. بقى التاريخ التاريخ بيتكتب بقى من جديد دلوقتي. اللعيبة دي عارفة كويس، ويمكن احنا دايما بنستخدم كلمة بنقولها لهم دايما، ان انت لازم تدافع عن نفسك. تدافع عن نفسك داخل الملعب، تدافع عن نفسك على بطولتك، تدافع عن نفسك على مستواك، على مكانتك، على اسم النادي اللي انت بتمثله، على اسم البلد اللي انت برضو بتمثلها. فبمجرد ما ينتهي التاريخ خلاص يعني بيتسطر خلاص. ف يعني الملعب بقى هو اللي بيكتب تاريخ من جديد يعني. فعشان تكسب اي مباراه او تفوز على اي فرقه لازم تحترمها احترام شديد جدا جدا جدا. التاريخ ما قبل وما بعد يعني. قبل المباراه اسمك ايه، تاريخك ايه، السي في بتاعك ماشي ازاي، لكن في الملعب اللي بيقول كلمته هو صاحب الاداء، صاحب المجهود، صاحب الالتزام، صاحب الانضباط، اللي مركز، اللي مصمم على الفوز يعني. اخيرا كابتن سيد، المباراه ان شاء الله يوم السبت الساعه 4 عصرا بتوقيت كينيا، الثالثه مساء او الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. يعني ان شاء الله الرحمن هتبقى بتوقيت مصر الساعه 3 ان شاء الله، هنا الساعه 4. لا لا شكرا. شكرا يا كابتن.